صباح الخير. قواعد المرور الاساسيه في جمهوريه مصر العربيه، شويه قواعد ونصايح مهمه جدا يا جماعه نركز فيها، هتمشي عليها ربنا هيكرمك وهتبقى زي الفل، هتعيش وتتعايش مبسوط في البلد. هتمشي عكس كده هتندم وهتلبس وهتشوف ايام سوداء هتتعب في حياتك قوي قوي قوي. انا بقول لك اهو، لو كنت مقبل على خطوه انك انت تشتري عربيه جديده، وما اعتقدش ان حد ممكن يعرف يشتري عربيه في جمهوريه مصر الفرعونيه اليومين دول، ان احنا يمنا هباب كلنا واسعار العربيات بقت اغلى من اسعار الغواصات النوويه. بس لو ربنا كرم حاول تبعد عن الحاجات الصيني والحاجات الكوري والحاجات الفيستك دي، لان العربيات دي كلها فشلت في اجتياز اختبارات الحرب العالميه. والله زي ما بقول لكم كده، عندنا مرور في حاله حرب عالميه، والعربيات دي فشلت في اجتياز حاله الحرب، يعني نط الحواجز واللف والدوران والمراوغه وان هي تاخد وتدي في الحفر والبلاعات فشلت. فحاول ما تشتريش حاجه من العربيات دي. النصيحه الثانيه مهمه جدا يا جماعه، قبل ما تاخد عربيتك وتقرر انك انت تنزل الى ارض المعركه وتسوق في مصر، في كورس مهم جدا 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 بيتاخد اونلاين على موقع www.ahe.com. الكورس ده بيعلمك كيفيه التعامل مع اكثر من 34 جهه في نفس ذات الوقت، يعني ازاي تتعامل مع ميكروباصات وعربيات النقل العام وعربيات الملاكي، وازاي تتعامل مع البني ادمين والوليه اللي معديه وابنها بقى لها ساعه ونص واقفه في نص الشارع، وازاي تتعامل مع الاطفال الصغيره، وازاي تتعامل مع الفزب والتكاتك والموتوسيكلات، وازاي تتفادى الحفر والبلاعات والفصلات اللي في الارض، وحاجات كتير جدا مهمه لازم ناخد بالنا منها في نفس الوقت. فالكورس ده مهم وضروري جدا. خدت الكورس ربنا كرمك ونجحت، خدت عربيتك ونزلت، في حاجه مهمه لازم تعملها برضو، انك انت تبقى قافل شباكك طول الوقت، وانك معلي الكاسيت على قد ما تقدر، تجنبا انك انت تسمع اي شتيمه، لان احنا طول الوقت عمالين نشتم في بعض. ليه؟ مش عارف، الناس كلها بتشتم في بعض. فبلاش تاذي ودنك بشتايم واباحه وقله ادب، وتقفل الشباك عشان التفه ما تلزقش في وشك. احنا شعب بنحب نتف على بعض كتير، مش عارف ليه بيقعدوا يتفوا على بعض كتير وهم ماشيين ويشتموا بعض. فعشان ما تجيش التفه وتلزق في وشك، حاول تقفل الشباك عشان ما حدش يضايقك. وانت ماشي في طريقك بقى وربنا سترها معاك كده، اوعى تتقيد بالخطوط الارضيه وتمشي لي في نص الحاره بتاعتك تعمل لي فيها محترم. اقسم بالله العظيم ما هتوصل مشوارك في ايامك الطين. انا بقول لك اهو، لا ارمي في خدك على اللي جنبك ونط عليه. نط عليه مش عيب، هنا الناس كلها بتنط على بعض، مش عيب انك انت تنط على زمايلك عشان توصل مشوارك بسرعه. يعني هتسهل على نفسك وهتسهل على زمايلك. الخطوط هنا معموله مش عشان النظام يا جماعه، هنا معموله جاست فور فن، يعني المنظر العام بيبقى حلو مش اكتر. ولو مشوارك الساعه 6 المغرب، حاول تنزل من الساعه 1 الظهر عشان يا دوب توصل الساعه 8 بالليل المشوار بتاع 6 المغرب. يعني دي نصيحه مهمه برضو لازم تخلي بالك منها قوي. طلعت بقى على طريق الهاي واي وفي رادارات، اوعى تخاف. انا بقول لك اهو، اوعى تخاف وتهدي قبل الرادار والشغل ده، هتعطل نفسك على الفاضي. اصل انت كده هتتصور، والله العظيم ماشي 40 هتتصور، ماشي 200 هتتصور. من حق كل مواطن انه يتصور. انا رايح اجدد الرخصه بتاعتي من يومين، لقيت نازله عليها مخالفات بتواريخ انا كنت فيها بره البلد اصلا، بره البلد، ودفعتها وكنت مبسوط جدا. الاوبشن ده الحكومه بتديه للمغتربين، يعني بتحسسك احساس الوطن، انك انت بره بس لسه متعايش مع اهلك وناسك جوه الوطن. احساس الوطن بيت العز. واذا كنت بنت بقى ونازله رايحه مشوار وانت اللي سايقه، فربنا يعينك، لازم تهيئي نفسك نفسيا انك انت نازله في مطارده ومراوغه عنيفه جدا هتعيشيها لحظه بلحظه. هتلاقي على الاقل 13 14 عربيه شاب عاملين يحلقوا عليكي، بيحاولوا يعلقوكي، هيبقى في مطاردات وهيبقى في قله ادب. فلازم تبقى عامله حسابك كرتونه بيض وتحطيها جنبك. والله العظيم زي ما بقول لك كده، كرتونه بيض، اللي يضايقك او اللي يرخم او اللي يقل ادبه افتح الشباك واظرف فيه بالبيضه في دماغه، هيحترم نفسه. هو لما يتظرف بالبيضه في دماغه هيحترم نفسه ويعرف ان الله حق. فالنصيحه دي مهمه جدا 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 يا جماعه. فبقول ان احنا الشعب الوحيد في العالم اللي لما بنشوف عربيه اسعاف شايله حاله وبتجري بيها في الشارع بنجري معاها بنقعد ناخد غرز ونشد معاها ونقعد نزلنا عليها ونشوف مين هيوصل الاول. والله العظيم زي ما بقول لكم كده. فيا ريت ناخد بالنا من الخطوات اللي انا قلتها دي عشان نعيش بسلام وامان ونبقى مبسوطين واحنا سايقين في مصر. سلام عليكم.